السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعيني في كل مكان. معاكم مس عبير خطاب، والنهاردة بنكمل حل كتاب المعاصر لسنة رابعة ابتدائي. بس عايزة أقول أسماء الطلاب اللي كانوا بيتابعوني بيكتبوا لي أسمائهم في التعليقات. بصوا: هنا ويمنى وريناد وريماس وأحمد محمود نمر وعمرو وأحمد ومحمد الدميري وتسنيم محمد علي ومصطفى وريناد إسلام وإيمان وهنا عمرو وريتال عمرو وساجدة وروفان وجنى محمد من أسوان، تحية كبيرة لأسوان، وياسمين ومحمد فارس السيد فوزي ومحمود تاني وجنى وريناد ومحمود وريفال وبسملة وكنزي وسجا ولمار وعمر وأحمد عادل وملك علي وساندي. تحية كبيرة قوي 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 ليكم يا أولاد، وإن شاء الله كل مرة هكتب لكم الأسماء دي. كانت أكتر يعني أسماء، أنا طولت في الفيديوهات فجمعت كل الأسماء مع بعض. تعالوا نشوف إحنا دلوقتي هنحل صفحة 73 و74 في كتاب المعاصر سنة رابعة ابتدائي. أول سؤال يا حبايبي بيقولي listen and circle the correct answer from A, B, C or D. يعني اسمع واعمل دايرة على الكلمة اللي انت سمعتها. people Christmas trees in many countries. طبعا كلمة decorate الكلام ده أنا جايباه من النص الاستماعي اللي في نهاية الكتاب. decorate يعني يزين. Christmas trees أشجار الكريسماس represent new life بتعبر عن حياة جديدة. people decorate the tree with الناس بتزين الشجرة بإيه؟ lights أنوار and colored balls وكرات ملونة. people in different countries الناس في دول مختلفة like celebrating different festivals بيحبوا يحتفلوا بالمهرجانات المختلفة. طيب السؤال اللي بعده يا أولاد بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. أول سؤال عندي A بيقول لي mom the birthday cake for the party. ماما عملت إيه للكيكة للتورتة بتاعت عيد الميلاد؟ طبعا يا ولاد هنقول ماما بتزين ديكوريتد زينت التورته بتاعت عيد الميلاد. طيب اللي بعديها Christmas trees have أشجار الكريسماس balls and lights have colored balls بيكون فيها كرات ملونة وكمان أضواء أنوار. طيب رقم B الجزء الثاني on Fridays all my family together. عايزة أقول كل الأسرة بيتجمعوا مع بعض. يعني إيه بيتجمعوا مع بعض؟ to visit my grandparents يعني come together بيجوا كلهم كده مع بعض عشان يزوروا الجد والجدة. طيب بعد كده بيقول لي the elephant is a animal. الفيل ده يعني عايزة أقول إن هو حيوان ضخم huge animal حيوان ضخم. طيب السؤال اللي بعده يا أولاد بيقول لي إيه؟ بيقول لي read and complete the text with the words from the books. أهو games picnic celebrate grandma sleep. 2 years ago من سنتين فاتوا we had a very special party. عملنا حفلة مميزة جدا. my great grandma جدتنا الكبيرة يعني أكبر حد في العيلة أكبر حد في السن was 90 years بقى عندها 90 سنة 90 years old. all my family came together to celebrate. كل عيلتي جت عندها علشان إيه؟ يحتفلوا celebrate. all my cousins aunts and uncles came too. كل عمامي وولاد عمي وخالاتي وعماتي كلهم جم. we had a huge picnic عملنا نزهة كبيرة قوي. in my aunt's garden I played games with my cousins all afternoon. we ran and threw a ball. يبقى هنا ايه games. وكده يا ولاد نكون خلصنا صفحة 73. يلا نشوف الصفحة اللي بعديها. الصفحة اللي بعديها يا ولادي صفحة 74 بيقول read the text and answer the questions. اقرأ الفقرة وجاوب على الأسئلة. last week الأسبوع اللي فات it was my mother's birthday عيد ميلاد مامتي. all my family came to celebrate. كل عيلتي جت عشان نحتفل. all my cousins كل ولاد عمي aunts خالاتي وعماتي and uncles عمامي وخلاني came جم. there was lots of food كان في أكل كتير.
salad سلطة، meat لحم، fish سمك، bread عيش، cakes تورتة، cookies كحك and fruit وفاكهة. I played with my cousins لعبت مع عيال عمي. I ate a big slice of chocolate cake وكلت قطعة كبيرة من كيكة الشوكولاتة and drank a carton of orange juice وشربت علبة عصير برتقال. We sang وغنينا happy birthday عيد ميلاد سعيد to my mother لمامتي. My brother and I بابايا وأنا gave her a present اديناها هدية. It was a special day ده كان يوم مميز. We were very happy كنا سعداء جدا. تعالوا نشوف الأسئلة. Choose the correct answer from A, B, C or D. The main idea. كلمة main idea يا ولاد معناها الفكرة الأساسية أو الرئيسية. إيه الفكرة اللي في الفقرة دي؟ If the text is about a father's birthday عيد ميلاد بابا، لا a mother's birthday عيد ميلاد ماما، ولا our picnic، ولا a wedding party يعني حفلة زفاف. يبقى a mother's birthday عيد ميلاد الأم. طيب the writer drank a carton of الكاتب ده شرب علبة عصير ايه بقى؟ orange اهي orange juice اهي just a minute اهي orange juice. يبقى انا هختار ايه يا اولاد؟ orange عصير برتقال. طيب summarize the text in one sentence لخص لنا الفقرة. summarize دي يعني لخص الفقرة في جملة واحدة بس. قلت يا ولاد ده أسهل سؤال. أنا هكتب أول جملة في الفقرة اللي هي بتقول لي إيه؟ last week it was my mother's birthday بس كده. يبقى هقول له last week it was my mother's birthday. حطينا نقطة. طيب السؤال التاني what did the writer and his brother give their mom الكاتب وأخوه ادوا ايه لمامته. بصوا اهي في الفقرة والله ما بنجيب حاجة من مرة. my brother and I give her a present. يبقى هقول the writer and his brother the writer الكاتب writer يعني الكاتب and his brother وأخوه gave أعطوها her a present ادولها هدية ونقطة. يبقى the writer and his brother gave her a present. طيب بيقول لي هنا I punctuate the following يعني اعمل لنا punctuation للجملة دي. I liked seeing my whole family. I capital liked اهي seeing my whole family. واخر الكلام هحط نقطة. يبقى انا عملت النقطة وعملت الاي كابيتال بس كده. طب السؤال اللي بعده بيقول لي write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. الباراجراف عن ايه؟ the Christmas tree شجرة الكريسماس. كلمة new life decorate colored balls. طيب in many countries في دول كتير people decorate a tree called the Christmas tree. الناس بتلون وتزين شجرة اسمها شجرة الكريسماس. The tree represents الشجرة دي يعني بتعبر عن a new life حياة جديدة. People decorate الناس بيزينوا the tree with lights and colored balls بالأضواء الأنوار وكمان الكرات الملونة. وبكده يا ولاد ده الباراجراف. عايزاكم تكتبوا اسماءكم في الكومنتات عشان اقولها لكم تاني الحصه الجايه ان شاء الله. وسيبوا تعليقات حلوه. الاولاد المؤدبين الحبايب اللي بيبعتوا لي بنحبك يا مس عبير وشرحك الجميل يا مس عبير انا بحبكم قوي 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 يعني. بصوا بدعي لكم دايما. اما اللي مش حلوين اللي بيكتبوا كلام مش حلو دول على طول بعمل لهم بلوك من الصفحه ومن القناه. فاشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه حبايبي الشطار اللي بيعملوا لي تعليقات حلوه. وان شاء الله تلاقوا الكومنتات مفتوحه وتبعتوا لي اسماءكم واقول لهم الحصه الجايه. اشوفكم على خير الحصه الجايه. باي باي.